جامع أحمد بن طولون، التحفة المعمارية الهندسية الإسلامية اللي بناه أحمد بن طولون سنة 877 ميلاديا 222 هجريا. اتبنى الجامع في مدينة القطائع عشان يكون مكان للصلاة. الجامع بيشبه لحد كبير جامع سامراء في العراق، المساحة والمأذنة الملوية. الجامع لما جه أحمد بن طولون المهندس اللي كان هيبنيه قال له هنحتاج عدد كبير جدا من الأعمدة، ومش هنقدر نوفرها إلا لما نهد عدد من الكنائس القديمة الرومانية واليونانية اللي كانت موجودة في مصر. لكن أحمد بن طولون رفض واستعان بمهندس تاني، والغريب يقال إن المهندس ده كان مسيحي. وعد أحمد بن طولون إنه مش هيستخدم أعمدة في بناء المسجد، وفعلا بنى الجامع الكبير ده من غير أعمدة إلا 4 أعمدة بس موجودين في المحراب، وكل أعمدة المسجد أعمدة مبنية داخل الجدران. الجامع مساحته كبيرة جدا، وهو اتبنى فوق ربوة بيقولوا عليها جبل يشكر. الجامع الحيطان بتاعته فيها نقوش إسلامية فارسية وعراقية، يعني تحفة ورائعة الجمال. يقال إن المسجد الناس اللي بيصلوا فيه قليلين قوي، ودي كانت دعوة سيدة نفيسة رضي الله عنها، لكن طبعا دي إشاعة والكلام ده غلط وملوش أي علاقة بالصحة وافتراء، لأن السيدة نفيسة رضي الله عنها ماتت سنة 822 ميلاديا، والجامع اتبنى سنة 877 ميلاديا، يعني اتبنى بعد وفاة السيدة نفيسة تقريبا ب50 سنة. مأذنة الجامع طبعا تحفة معمارية جميلة بتطل على شارع الصليبة في السيدة زينب،